حابين على فين يا مصر؟ يعني صنفت ابو تريكه ارهابي وسايبين احمد موسى هح ده كده عايش وسطينا عادي؟ عايش معانا؟ ما يعني هو كده كده مش هينفع يصنف تحت بند الارهابيين. بس هو يعني مثلا واحد زيه يحب التطبيل المرهمه، ده بيتصنف قواد، شاذ، ابن كلب. انما يعني هو ارهابي، ابو تريكه ارهابي والراجل ده عادي، ما فيش مشكله. وداليا البحيري مش عاجبها ابو تريكه من شكله ارهابي. طب ما انت من شكل امك اصلا سنجل ماذر ومحدش قال حاجه، والزنا كده بقينا نحلله وندعمه عادي. وابن السنجل ماذر ما بقاش ابن حرام، بقى ابن ام مدعومه من كل اوساخ البلد. ورب العزه ده هيخسف بينا الارض، اقسم بالله ده هيسخطك سنجل كلب ملكيش لازمه في الدنيا، عشان لما تتزنق في اي صندوق زباله يبقى ده العادي وما تحتاجيش حد يدعمك. بالنسبه لفران وعصافير، انها مصريه او سعوديه، فست فيفي، فران وعصافير دي لما نبقى بنتكلم على سطح بيتكو، واي سوير ان انت جبت لي تلوث سمعي، واي سوير ان التعليم المجاني خرب ميتين البلد. خمسه موه، خمسه هاور يو، وغوري بقى وتلمي بقى واشتات فلات عسلات من ام الدنيا مصر على فخادك. انا مش فاهم ده كلام يجيب السكر، يعني كل دي حلويات اشتات عسلات ايه ده؟ رمضان صبحي انه خرج ولف واتفسح مع اللي ما تنفعش تبقى ام لاولاده، ولما جه اتجوز اللي تنفع تبقى ام لاولاده. طب هو انت دكتور امراض نساء وتوليد؟ يعني انت عرفت منين ان دي هتنفع ام ودي مش هتنفع ام؟ يعني ما احنا لو هنحكم بالشكل، فهو انت تفكيرك مخلي شكل امك قدامك لوت. اقسم بالله كان كند علوش ما كانش وحش قوي، والبوسه اللي عمرو يوسف بسها لها يعني برضو مش حاجه غلط، احنا كلنا استفدنا منها. يعني انا ما بعرفش ابوس، البوسه دي مثلا علمتني بدائيات، اللي كان بيبوس غلط اتعلم الصح. وكل البنات طبعا لما شافوا هم قد ايه بيحبوا بعض وهيكونوا اسره سعيده، دعوا لهم طبعا بنار تمسك في البيت كله، والبيت كله يطلع سليم من الحريقه الا السرير اللي هيبقوا نايمين عليه.